من أول لحظة طلعت فيها المتسابقة إيميلي على المسرح، الكل كان متوقع إنها تقدم حاجة عادية زي باقي المتسابقين، لكن اللي حصل بعدها كان مفاجأة محدش كان متخيلها خالص. بهدوء وثقة وقفت إيميلي قدام لجنة التحكيم والأنوار مسلطة عليها، الجمهور ساكت مستني أول نغمة، وفجأة تبدأ تغني، لكن مش أغاني، ده أوبرا. صوتها كان قوي بشكل غير طبيعي، طبقات عالية ونقاء يخطف القلب، لدرجة إن أول سنة بدأت الكراسي تلف واحد ورا التاني. لجنة التحكيم بدأوا يلفوا، لكن مش بس كده، ورد فعلهم كان أغرب وأجمل من كده بكتير. مع تصاعد صوت إيميلي في الأداء فجأة بدأنا نشوف حاجات مش بتحصل كتير. أعضاء لجنة التحكيم نفسهم ابتدوا يتفاعلوا بطريقة غير متوقعة، واحد منهم قام من على الكرسي والتاني بدأ يسقف على الإيقاع، وبعدها بلحظة المسرح كله اتقلب لحفلة. أيوة، زي ما بتسمع كده، لجنة التحكيم بنفسها ابتدوا يرقصوا على النغمات الأوبرا. حاجة غريبة ومبهجة في نفس الوقت، لأن الأوبرا دايما معروفة إنها لون كلاسيكي هادئ، لكن إيميليا قدرت تحول لعرض مليان طاقة وحيوية. والجمهور كان في حالة اندهاش مزودة بالحماس، تصفيق وصريخ وكل العيون عليها. إيميليا ما كانتش بس بتغني، ده كانت عايشة كل نغمة، تعبيرات وشها وإحساسها وقوتها على المسرح، كل ده خلى كل الأداء يوصل لكل واحد في المكان. ومع آخر نغمة المسرح انفجرت بالتصفيق، ولجنة التحكيم واقفين مش مصدقين اللي شافوه. واحد منهم قال لها انت مش بس صوت، انت عرض كامل، والتاني قال لها انا عمري ما تخيلت ان الاوبرا ممكن تبقى ممتعة كده. وفي لحظة اختيار الفريق كان واضح ان الكل كان عايزها، لكن القرار كان في يد ايميليا. وقفت لحظة تفكر، والجمهور كله مستني، وابتسامتها كانت هادئة، واختارت الفريق اللي كانت حاسة انه هيقدر يطور من موهبتها اكتر. اللحظة دي اثبتت حاجة مهمة جدا، ان الموهبة الحقيقية مش بس صوت، لكن في القدرة إنك تبهر الناس وتخليهم يحسوا بحاجة جديدة عمرهم ما شافوها قبل كده. وإيميليا قدرت تعمل ده وبقوة.